مساء الهنا والسعادة، رمضان كريم. يا رب دايما كده دايما متجمعين زايدين مش ناقصين. النهاردة بقى فكرة الفيديو تحفة. لو انتي واحدة كده زيي لوحدك ومطلوب منك تعملي عزومة كبيرة أو كمان تعملي إفطار صائم، ده إفطار صائم أو إطعام طعام. هنجهزه النهاردة من الألف للياء كله ده في فيديو واحد. اللهم بارك، حلو جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي كده مع بعض. من أول حاجة في الفيديو هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا عندي النهاردة هنعمل كرنب وورق عنب وكمان جلاش باللحمة المفرومة، وهنعمل ملوخية خضراء. يعني عندي الفيديو النهاردة تحفة، هيعجبك واطلعي منه بوصفة أو اتنين ونفذيهم. وهنتكلم كمان ازاي ترتبي وقتك ومجهودك إن شاء الله. سمينا الله كده وصلينا على رسول عليه الصلاة والسلام. معايا كيلو من ورق العنب، بس طبعا كنت مديه بصراحة لولادي يقطعوا العرق بتاعه. وانا طبعا وريتكم ان انا بعمل ايه في ورق العنب في الاول. وعندي الكرنب، كنت كمان عندي 3 كرنبات ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم ما شفتوا. كنت مقوّراهم، وطبعًا كل ده إحنا عاملينه بالتفصيل، كل حاجة في فيديو لوحدها. حاطة هنا بقى حلة، حطيت فيها مَيّة بتغلي، ضفت ملح، معلقتين من الملح، نُص معلقة من الكمون، ونزلت بالكرنباية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. تعالوا بقى لتسبيكة أو خلطة المحشي. هنسبِّك النهارده تسبيكة المحشي للكرنب وكمان لورق العنب. عملت إيه، أنا عندي الخلطة جاهزة. يعني فيها البصل والبهارات وكل حاجة. جِبت حلة ونزلت على طول بكيسين من خلطة المحشي، وزي ما أنتم شُفتوا لازقة عليهم sticker وكاتبة عليهم خلطة محشي عشان ما يتلخبطوش بينهم وما بين الصلصة اللي أنا حاطاها في الفريزر. تمام. باخد دقيقة على العروق بتاعة الكرنباية كده، وبتقلبي الكرنباية على الجنب التاني، وبعد كده بتطلّعي ورقة، ورقة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده على صينية جنبنا كده. يبقى دلوقتي إحنا عملنا إيه، أول حاجة بتخرّجي كل الحاجات اللي أنتِ محتاجاها من الفريزر بتاعِك، وتبتدي ترتّبي أمورِك كده أنتِ هتبتدي بإيه. وتقفي في المطبخ مش بتعملي حاجة واحدة، لأ أنتِ بتعملي كذا حاجة مع بعض. يعني أنا عندي باعمل خلطة المحشي وكمان باسلُق الكرنب. هنمشي واحدة واحدة كده مع بعض. عندي خلطة المحشي مسبّكاها عادي خالص، بس كنت شايلاها بدون ما أضيف لها الخضرة والرز. الكمية اللي معايا النهارده هنحتاج لها قد إيه رُز. هنحتاج لها 2 كيلو ما شاء الله، كانوا مضبوطين جدًا، جدًا على ال3 كرنبات وكمان الكيلو من الورق العنب. هنا باضيف بقى الخضرة كنا مفرّزينها برضه مع بعض وكاتبة عليها خضرة محشي. عايزة أقول لِك لو أنتِ أول مرّة تشوفيني بجد الفيديو حلو جدًا يستاهل إن أنتِ تعملي له share وتحطّي له love حلو منِّك أو like حلو منِّك، وتعملي اشتراك طبعًا، ويسعدني ويشرّفني إن أنتِ تكوني في عيلتي الصغيّرة دي. بعد ما بتحطّي على طول الخضرة بتنزلي بال2 كيلو من الرز. طبعًا أنتِ عندِك شايفة الكميات وأنتِ اقسمي بقى براحتِك في الكمية. طبعًا الرز ده متنقي ومغسول ومتصفّي. يبقى عملنا إيه، سبّكنا الأول الخلطة وطبعًا مضبّطين ملحها وكمونها وكزبرتها وكل البهارات بتاعتها، وبعد كده بتتسبّك وبننزل بالخضرة بتاعتنا المشكّلة، وبعديها على طول الرز تدّي له تقلبتين حلوين، وبعد كده بتروحي طافية عليه. تعالوا بقى خلصنا كده من ورق الكرنب وكمان من خلطة المحشي. تعالوا لورق العنب. حاطة حبّة مَيّة زي ما أنتم ما شُفتوا كده في الحلة، بتضيف عليها معلقتين من الزيت عشان يفُك معايا. وسلقت كمان ورق العنب وسايباه بيتسلق. وتعالوا لورق الكرنب. بابتدي على طول وأنا واقفة في المطبخ باعمل كذا حاجة زي ما قُلنا. أول حاجة بيوفّر عليكِ وقت ومجهود وبتخلّصي كل اللي أنتِ طبعًا التجهيزات دي قبليها يوم. يعني النهارده أول يوم رمضان، أنا عاملة التجهيزات بتاعة المحشي دي قبلها بيوم. هنعمل طاجن ورق عنب حلو أوي باللحمة، والحمد لله أنا مميزة جدًا في طاجن ورق العنب اللي باللحمة. ده قولي نُص كيلو من اللحمة. بتبتدي تنزلي بمعلقة سمنة وتنزلي كده تخلّيه يسخن كويس جدًا، وتنزلي باللحمة بتاعتِك تعمل تِش كده عشان خاطر ما اللحمة ما تبُكِّش مَيّتها. هنا باضيف ورق لورا وكمان حبّهان وروزماري لو عندِك.
أي متطيبات حطي، وطبعًا فلفل أسود، وبادّي لهم تقليبة حلوة كده، وبعد كده تاخدي اللون الدهبي الجميل بتاعنا ده، تنزلي بمَيّة بتغلي، يعني إيه، نُص كوباية من المَيّة اللي بتغلي كده على اللحمة، ما ضفتش طبعًا ملح، وباغطّيها وباسيبها على نار وسط، ورجعت لها تاني، رُحت شُفت الكرنب ورجعت تاني للحمة، لقيتها لسه ما استوتش وما دخلتش في السوا، باروح بقى إيه، برضه ضايفة لها حبّة مَيّة واغطّيها واسيبها دلوقتي. تعالوا بقى، طبعًا أنا لفّيت معاكم ورق الكرنب كتير، فبصراحة أنا ما جبتهوش أو ما لفّيتهوش قدّام الكاميرا، فتعالوا بقى، رُحت طبعًا فتحت الباب فتعالوا نكمّل بقى كلامنا. هنا ورق العنب بابتدي أرصه، برضه الولاد بيساعدوني، لو عندِك ولاد في البيت بيساعدوكِ، فرضوا لي ال الورق العنب زي ما أنتم ما شُفتوا. فايدة الزيت في سلق المَيّة بتاعة السلق بتاعة ورق العنب إيه، إن لمّا بتيجي تفردي الورقة بتبقى سهلة معاكِ وبتتفرد بكل سهولة، ما شاء الله ورق العنب طالع تحفة وزي العسل، بناتي والورقة خفيفة كده وزي العسل. بعد ما لفيت كده طبعًا لسه هاخلّص طبعًا كل الكمية، جهّزت الطاجن بتاعي عبارة عن باحط ورق في الأول زي ما أنتم ما شُفتوا، وكمان شرايح من الطماطم وشرايح من البصل، وبرضه عيني على اللحمة بتاعتي، أهو. ورجعت تاني للحمة، أنا مش عارفة كنت باعمل إيه هنا، المهم بعد ما ضِفت كده شرايح البصل، وكمان حبّة كده من التوم المفروم، بيدّوا نكهة حلوة جدًا، جدًا للطاجن بتاعي، خطيرة جدًا. في الوقت ده طبعًا كنت خلّصت كمية ورق العنب اللي عندي، هاجيب اللحمة باحطها بالشكل ده. طبعًا ما شاء الله الفيديو موضّح عن أي كلام، الواحد فطر بقى وتقل كده. طبعًا الصوص اللي بتاع اللحمة ده مش بنرميه، لأ ده أنا هاضيفه على وش الطاجن من فوق وأنا باسويه، هابتدي أقفّل الطاجن بتاعي وأرصه بالشكل ده. خدي بقى من الفيديو فكرة أو 2 أو 3، آآ زي ما قُلت الإفطار بقى صايم، إن أنتِ إزاي ترتّبي وقتِك وترتّبي يومِك عشان ما تكونيش متسربعة. تعالوا نعمل بقى تعصيجة الجلاش، ودي تعصيجة خطيرة جدًا. برضه في حاجة من الحاجات، طبعًا أنا ضِفت عشان ما انساش، ضِفت معلقتين من السمنة على زيت، وكمان نزلت بالبصلة وقرنين فلفل كده حاميين بتدبّليهم، وبعد كده بتنزلي باللحمة بتاعتِك، عندي كيلو من اللحمة آآ المفرومة، تمام. هنبتدي بقى نضيف هنا فلفل أسود، وبرضه نقلّب، وتعالوا بقى نرجع. يعني أنا مثلًا دلوقتي فارمة كمية كبيرة من البصل، هنا باضيف طبعًا آآ بشرة جوزة الطيب بشرة جوزة الطيب، كزبرة، كمون، 7 بهارات. طبعًا ضبّطي الملح بتاعِك، سِنّة من الشطة لو بتحبي الحاجة spicy وادّي تقليبة، ويبقى عندِك أحلى عصاج خطير جدًا، طعم وريحة ما أقولكوش. وطبعًا ضِفت كام فص كده من التوم بتدّي نكهة حلوة جدًا، جدًا للعصاج. هاعمل صاج كبير، يعني لفتين جلاش زي ما أنتم ما شُفتوا، بتجيبي الصاج وبتدهنيه دهنة حلوة. هنا ضِفت نُص كوباية من الزيت، نُص كوباية من السمنة، على كوباية ونُص من الحليب، 3 معالق من الدقيق، وكمان نزلت ببيضتين، وبتضيفي حبّة صغيّرين من الفلفل الأسود وسِنّة صغيّرة برضه من الملح، وبتقلّبيهم كويس جدًا، وبتضيفي نُص معلقة من الكيك شيف أو البيكنج باودر. تعالي أقول الخلطة تاني، كوباية من السمنة على زيت، يعني نُص زيت ونُص سمنة أو زبدة مش هتفرق، وكمان كوباية ونُص من الحليب، و 3 معالق من الدقيق، ونُص معلقة صغيرة من الكيك شيف أو البيكنج باودر، وسِنّة من الملح، وسِنّة من الفلفل الأسود، وتدّي لهم تقليبة حلوين مع البيضتين، وشكرًا على كده، عندِك أحلى صوص تشريبة مع بتدهني كل ورقتين زي ما أنتم ما شُفتوا، أو كل ورقة كده بادهن من صوص التشريبة حلو أوي، بتغرّقي كده عندِك الورق بتاعِك، كانت طالعة حلوة أوي، أوي. هاقفّل الصاج بالشكل ده،
طبعًا أنا المقادير اللي أنا قُلتها للصوص الجلاش ده أو صوص التشريبة دي للفتين جلاش وكمان صاج كبير 30 في 40 أو 40 في 30. تمام. هنبتدي كده نقفّل. حطيت لفة جلاش تحت، وحطيت بعد كده ال العصاج بتاعي، وبعد كده حطيت اللفة التانية أهو. هاخد بقى آخر راق عندي كده، وبعد كده هنقطّع التقطيعة اللي أنتِ حاباها، وبعد كده هنضيف صوص التشريبة كلّه على الصاج. بقى معايا بالشكل ده. هنبتدي كده نقطّع بقى الجلاش بتاعنا الأول، وبعد كده نضيف عليه صوص التشريبة، وسِبته ده كان العصر خلاص عندي كده أزِّد، ده كده تاني يوم. يعني الجلاش اعمليه كده تاني يوم. طالع تحفة جدًا، طري ومقرمش من برّه وحاجة كده اللهم بارك. بتقلّبي كده صوص التشريبة، وبتبتدي تغطّي عندِك الجلاش بتاعِك بمساعدة الفرشة كده، وهنركنه، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض إيه. هنجيب بقى المحشي، كنت طلّعته كده من التلاجة. بُص ما شاء الله اللهم بارك. عاملة حلة كبيرة دي زبدة سايحة، وضفت كمان معلقتين من الصلصة، بتضيفي عليها الشوربة، والشوربة طبعًا متضبطة ملحها وكل تحقيقها، وبتضيفي زي ما أنتِ ما شُفتِ الشوربة. تعالي لطاجن ورق العنب، بابتدي برضه معلقتين من الزبدة، وجبت كمان الصوص اللي كان نازل من اللحمة، سيّحته تاني كده، و برضه بقية الشوربة تبقى مغطية عندِك كده ورق العنب وكام شريحة من الليمون، وهنجيب كام ورقة كانوا باقيين عندي كده فردتهم برضه على الطاجن من فوق. والطاجن بقى هادخّله الفرن، وكنت مولعة الفرن من قبلها، وهابتدي أقفّله بورق فويل. تعالوا بقى للملوخية. أنا كنت بصراحة جايباها متقطّفة جاهزة، حطيت عليها كام فص من التوم، وكام يعني حتّة نُص قرن فلفل أخضر، وأبتدي أخرط الملوخية. أنا مش باحب بصراحة أضربها في كَبّة ولا أي حاجة خالص. في الوقت ده كان باقي ساعة على المغرب. أهو دخّلت كده خرّجت ده حمام، بس هانزّله لكم بالتفصيل في فيديو لوحده، بس برضه جايبة لكم منّه لقطات. الحمام بعد ما بتحشيه لازم تنزّليه أو تسقطيه كده في مَيّة بتغلي، وبعد ما بتحطيه بيقفل هو على نَفْسه. هننزّله زي ما قُلنا في فيديو لوحده بالتفصيل. اللهم بارك. كان المحشي بتاعي استوى. تعالوا بقى هنا للملوخية. بتضيفي الشوربة على قد كمية الملوخية، سِنّة من الكزبرة، وبتغلي، وبتروحي على طول ساقطة الملوخية وتقلّبيها وتغلي معاكِ، تروحي شايلاها وتعملي بقى أحلى دقة ملوخية أو تومة ملوخية بالشهقة. زبدة وتومة وطبعًا نُص معلقة من الكزبرة، واتحمّرت معايا وسميت الله، ونزلت كده على الملوخية اتّشت معايا. تعالي عندي لحمة كمان مسلوقة، بعد ما بتتسلق باحط لها كده معلقة زبدة على بصلة وقرن فلفل حامي spicy، وبتدبّلي البصلة الأول مع الفلفل، وبعد كده بتنزلي بال باللحمة، تدّي لها بقى تشويحة حلوة كده مع حبّة فلفل أسود، واتفرّجي على الجمال. اللهم بارك، اللهم بارك. كان شوية أكل عسل، عسل، عسل. معمولين بنيّة خالصة، فيهم إفطار لينا للبيت، وكمان فيهم إفطار صائم خارج برّه، ومنهم الحلة اللهم بارك الكبيرة بتاعة المحشي. عشان كده ما قدرتش إن أنا أقدّم الأكل كلّه على يعني أصوّره مرّة واحدة. وده من الجلاش حاجة كده اللهم بارك، بجد بتتكلم عن نفسها. وده شكل الحمام، وما تنسوش الفيديو بتاعه هينزل مفصل لوحده. لايك وشير وسلام.